السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية طيبة لجميع الإريتريين في جميع أنحاء العالم. معكم حنان محمد صالح من السويد. دستورنا هو أساس العدالة وأساس وجودنا في إريتريا، ونحن سوف نطبقه. ولنقرأ معا ماذا يقول الدستور في مقدمته. توطئة: نحن الشعب الإريتري كأمة توحدت عبر مسيرة النضال المشترك من أجل حقوقنا ومستقبلنا، إذ نشيد بعشرات الألوف من شهدائنا الأبطال الذين قدموا أرواحهم في سبيل حرية وحقوق شعبهم طوال مرحلة النضال التحرري، وإذ نعتد بصمود كل المناضلين الأشاوس ونقف على أرضية صلبة من الوحدة والعدالة التي أورثها لنا فإننا، وإدراكا بأنه واجب مقدس على المواطنين ليسعوا للحفاظ على الاستقلال والوحدة اللذين يتحققا بترسيخ دعائم السلام والاستقرار والذود عنهما وبناء وتشييد دولة قوية ومتطورة، واقتناعا بأن قيم الوحدة والمساواة وحب الحق والعدل والاعتماد على الذات وحب العمل التي ترسخت عبر مسيرة نضالنا التحرري والتي حققنا بفضلها الانتصار ينبغي أن تكون جوهر قيمنا الوطنية التي يرتكز عليها العمل لبناء وطن مزدهر. ونظرا لما في توارث وتطوير القيم والتقاليد السمحة في مجال التعامل الاجتماعي ودورها في تمتين الترابط الأسري والاجتماعي واحترام كبار السن وتأكيد الاحترام المتبادل من أهمية في تطوير وسلامة مجتمعنا، وتأكيدا بأن إقامة نظام ديمقراطي مبني على رغبة الشعب والعمل على صيانة حقوق المواطنين والكرامة الإنسانية ويؤمن المساواة والتطور المتكافئ ويهيئ الظروف لإشباع الحاجات المادية والروحية للمواطنين هو الذي يشكل أساسا للتطور الاقتصادي والوفاق والتقدم الاجتماعيين. وإدراكا بأن المشاركة الإعجازية للمرأة الإريترية في النضال من أجل الحرية والحقوق، وبأن التضامن المتين بين المرأة والرجل والمبني على المساواة والاحترام المتبادل والذي كان قد تطور في خضم هذا النضال يشكل أساسا لعهدنا ونضالنا غير القابل للتزعزع في سبيل تحقيق المساواة والتضامن بين المرأة والرجل، ورغبة منا في أن يكون الدستور الذي ينظم ويحكم حياتنا وحياة الأجيال القادمة وينشر السلام والعدالة والمبني على الديمقراطية والوحدة الوطنية والذي يؤمن سيادة القانون هو العقد بيننا وبين حكومتنا التي نقيمها برضانا. فإننا نعلن اليوم 23 مايو 1997 ميلادي عبر مجلسنا الدستوري بأننا وبعد نقاش شعبي مستفيض نقبل ونصادق بشكل رسمي في هذا اليوم التاريخي على هذا الدستور الوطني ليصبح أعلى قانون لدولة إريتريا المستقلة ذات السيادة. في وطننا إريتريا نحن لسنا بحاجة لحكومة غير دستورية، لذا يجب علينا إزالة النظام وإقامة حكومة شعبية دستورية. تحياتي.